السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكل عام وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك إن شاء الله. احنا في أيام مفترجة، ربنا يبارك فيكم ويبارك في كل ما من تحبوا ويعطيكم ويزيدكم يا رب العالمين. أنا كنت بناء على طلب يعني المتابعين والتعليقات كانوا طالبين ان انا انزل اعمل تقرير في سوق الجمعة، وبالفعل ان انا عملت التقرير. ولكن اكتشفت ان التجار هناك ما بيقولوش كل الاسعار او الاسعار الحقيقية، او بيقولوا بعض الاسعار كده من بقهم وبتاع. فكان طلب مني برضو بعض المتابعين في التعليقات ان انا ارجع اقول الاسعار بنفسي بالطريقة ديت، وباذن الله تكون الاسعار حقيقية زي ما انتوا عاهدين علينا ان شاء الله. بس بقى ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. كمان كان في بعض الاخوة كانوا بياخدوا الفيديوهات وينشروها على صفحاتهم دون اي استئذان، وده طبعا يعني يعني شيء غير لائق. يعني على الاقل عرفني، مفيش ادنى مشكلة، ولكن قول لي في كذا، وبناء عليه تم يعني تقديم بلاغات. النهارده طبعا هنبدأ بقى في ايه اللي كان موجود في سوق الجمعة. السوق كان الإقبال عليه قليل، زي ما انتم عارفين. اللم متوقف شوية. الناس بتقول ان الصيف الدنيا بتبقى واقعة وبتاع، واللم بيبقى قليل. انا هقول لكم ليه. لان الطيور لما بيلموها ويحطوها في السلكات الكبيرة ديت ممكن تموت بسبب حرارة الجو، فبيستحسن ويفضل انك تجيب او تبدأ يعني تلم وتصدر والكلام ده كله في فصل الشتاء. كمان الصيف ده يعني جميل جدا للناس اللي عايزة بقى تشتري بأسعار كويسة مخفضة قليلة عشان يعملوا أصول، وبناء عليه يبدأوا إن شاء الله يطلعوا ويكسبوا في الشتاء. مش هطول على حضراتكم وهخش في الأسعار على طول. البادجي الاسترالي الفاتح 200 جنيه وشباباته ب 140، الغامق 190 وشباباته 130، اللاتيني والبلاين العين حمراء عامل 220 وشباباته 150، الفالو عامل 350 وشباباته 250، وما كانش موجود فالو في السوق. كمان البلاك وينج الازرق 400 والاخضر عامل 250. تركيبات الريمبو ب 250 وشباباتها 180. الريمبو نفسه بيبدأ اللي هو الموف والسكاي بيبدأ من 350 وشباباته بتوصل ل 200 جنيه. اما الريمبو بقى كلير عامل 600 وشباباته عاملة 400 جنيه. تركيبات الشكر برصاصي 250 جنيه وشباباتها 150 جنيه. الشكر برصاصي الصريح بيبدأ من 450 جنيه وشباباته 300. كده نخش على الفلل الاسونجات بتوصل سعرها يعني بيتراوح ما بين ال 800 وال 1000، والشبابات بتاعتهم ب 500 جنيه. الاسبانجل الاخضر 600 وشباباته 450، اللاتيني 800 وشباباته 500، التكساس 1000 جنيه وشباباته 600. البندات 1000 جنيه. سعره عالي جدا يا جماعة، وهيعلى أكتر عشان بيخش في الباندت بلاك فيس. الباندت حتى في الاسترالي العادي سعره عالي جدا، في لما عليه عشان الطفرة الجديدة اللي نازلة، فكله عايز يجيبه عشان خاطر هو بيخش في تركيبات الطفرة الباندت بلاك فيس. وهنخش نكلمكم على كيفية إنتاج الطفرة ديت. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان يعني مصر هنا الطير بيجي غالي جدا، والحمد لله هنا عندنا غواة محترمين جدا، من افضل الغواة على مستوى العالم، اللي بيقدروا يعملوا التركيبات والتركات اللي فيها. ربنا يزيدهم يا رب. الالبينو فولل عامل هو والسكري 750 جنيه وشباباته 500. الفلل الغامقة 400 وشباباتها 300. الفلل الفاتحة
500 وشباباتها 350. الانصاص عامله 300 جنيه و 600، بتتراوح ما بين الرقمين دول. وفي انصاص بقى مستويات عاليه، او خلينا نقول سردة عشوش، بتتراوح من 1000 ل 1000 ونص. الانجلايزة بقى بيبدأ سعرها من 2000 جنيه وانت طالع. يعني في بعض الغواة كنت عندهم كان الحتة عاملة 10,000 جنيه. فالانجلايزة يعني حاجة، موضوعها موضوع كبير وليه ناسه. وطبعا على حسب الدبلة اللي انت ملبسها للحاجة بتاعتك، وعلى حسب الغاوي ده معروف ولا لا، بيحدد السعر بتاعها او جاي من بره ولا لا. خلينا نقول النصيحة اللي بنقولها دايما على الانصاص: ما تشتريش انصاص الا عمر 7 شهور، عشان خاطر يكون اكتملت وعرفت ان ديت مش بادج عادي حجمه كبير شوية. كده وصلنا خلصنا الفلل والانجلايزة. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، ومن فضلكم اشتركوا في قناة صحفي غاوي عصافير على صفحة صحفي غاوي عصافير على الفيسبوك. الكوكتيل اللاتيني عامل 1100 وشباباته 850 جنيه. المصبع عامل 750، وفي المصبع الفاتح عامل 1000 جنيه. شباباتهم بتتراوح من 500 ل 600. البصمة والفوتيه 1200 وشباباته 800. الإيزابيل 800 وشباباته 500. الحبشي 600 وشباباته 400 أو 450. نخش على الفرنساوي بقى. الوايت فيس فرنساوي 1000 جنيه. الإيزابيل فرنساوي 1200 جنيه. المصبع الغامق 1200. والمصبع بقى الفاتح بيبدأ من 1800 وانت طالع لغاية 3000 جنيه، اللي بيبقى فيه تصبيعة واحدة كده. بالنسبة للألبينو سعره 2000 جنيه وشباباته 1000 ونص. ده كان الكوكتيل. هعمل فيديو ان شاء الله كامل عن كل طفرات الكوكتيل باذن الله، ينزل لكم يوم الاحد الجاي ان شاء الله. اشترك وفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات ديت. الروز الاوبلاين اورنج. الروز طبعا انتوا عارفين انه هو كان مطلوب الموسم اللي فات ده، وما زال سعره كويس، ولكن طبعا الفترة دي الاسعار قلت. حتى التجار اللي واقفين بيلموا بياخدوا الحاجات المميزة جدا بسعر رخيص، على اساس ان هي لما يحصل اي لم يبقى هم لموا بسعر رخيص ويقوموا مطلعين الحاجة اللي لموها. يبقى الروز الاوبلاين اورنج 1800 شباباته 900. الالبينو روز 900 وشباباته 650 جنيه. اللاتيني اوبلاين ريد 2200 وشباباته 1100. الاوبلاين عين سودا بيبدأ من 1000 جنيه وشباباته 600. اللاتيني الاورنج يعني اللي وشه اورنج 1100 وشباباته 600. وبرده اللاتيني الاحمر 1100 وشباباته 650 جنيه. الكريمي 900 وشباباته 550. وبقالي فترة ما شفتش في السوق روز كريمي. بالنسبة للروز العين السوداء في ميعاد الأخضر 850 وشباباته 600. أما الروز الأخضر 600 وشباباته 450. وخلينا نقول إن الروز الأخضر لما بيخش على ألوان تانية بيطلع لك طفرات وألوان حلوة قوي. فللشباب أو يعني اللي هم خلصوا الامتحانات وهكذا عايزين يجيبوا مش معاهم فلوس قوي، هات أخضر مع أي لون تاني وإن شاء الله يطلع لك تركيبات مميزة بأسعار عالية تبيعها وتجيب الألوان أو الطفرات اللي نفسك فيها إن شاء الله. نيجي عند الفيشر اللاتيني 3000 جنيه. السبليت لاتيني 1200 شباباته 500. الفايلوت 1000 جنيه شباباته 500. الذهبيات 850 جنيه وشباباتها 600. الفيشر العين السوداء 700 جنيه وشباباته 500 جنيه. نفس الكلام في الفيشر يعني نفس الكلام في الروز بينطبق على الفيشر. بالنسبة للأخضر لما بتدخله على أي حاجة برضو بيطلع لك ألوان مميزة. وهنعمل فيديو عن أنا طبعا كنت عامل فيديو قبل كده عن طفرات الروز بالكامل. هعمل فيديو ان شاء الله عن طفرات الفيشر بالكامل، وبعد كده هنعمل عن التركيبات ده مع ده يطلع ايه وهكذا. الزبرة كان الغامق 175 والفاتح عامل 225. الزبرة تركيبات الاورنج عامل 300. الهاف اورنج 500. الفول اورنج 1000 جنيه.
الجاوا الفون عامل نزل بقى 800 جنيه، السيلفر 600، الالبينو جاوا عامل 350، الحبشي 350، الشبابات 200 و300. بالنسبة للعين السوداء جاوا عامل 600 جنيه. طائر الحسون 1500 جنيه. الكناري بيبدأ من 900 وانت طالع على حسب الطفرات بتاعته. وزي ما قلت يعني انا مش خبير في طفرات الكناري، ولكن بإذن الله نعمل لقاء مع حد خبير يوضح لنا التفاصيل كلها عن الموضوع ده. نيجي عند الجولدن فينيش الأخضر 1600، الأصفر 1800، السيلفر 2200. أما الفراولة 250 جنيه، البنجاليز 350 جنيه. نخش على اليمام الماسي عامل 450 جنيه السيلفر، اما الاحمر عامل 600. الطائر المينا 200 جنيه. وخلي بالكم يعني ناس كتير قالوا لي يعني مش حلو المينا رغم انه بيتكلم وهكذا، ولكن الحمام بتاعه تقيل وبيعمل ريحه وحشه زيه زي الفراخ، ففي ناس ما بتحبذوش. انا ما جربتش تربيه المينا عشان احكم في الموضوع ده. طبعا انا بحب كل الطيور، ولكن انا بحب الطيور الحب الملونه، يعني بحب الالوان. الريد رام الحبشي 1200 جنيه، الريد رام السيلفر 1500، الاوبلاين ريد رام 1700، الروبينيو عامل 3000 جنيه. السانكنيور كان حد طلب بيبدأ من 12000 جنيه، الكوكير بيبدأ من 7500، الدرة الهندي 7000 جنيه، الأمريكي 12000 جنيه، السنغالي 3000 جنيه. اما الزنجباري المدرب بيبقى بيوصل سعره ل 35000 جنيه، واللي مش مدرب او الصيد زي ما بيقولوا عامل 25000 جنيه. الروزيلا بيبدأ من 4000 جنيه وانت طالع على حسب النوع والطفرات بتاعته المختلفة. نيجي بقى عند الاكل يا جماعه. الفلارس كانت في السوق ب 62 جنيه، هو بيكتب 61 99 قرش يعني، فهي ب 62 جنيه. البلكم كان من 24 لغايه 35 جنيه. الدنيبه انا سائل عليها امبارح في الشوال، يعني في الشوال لما بتجيب 25 كيلو الراجل قال لي ب 12 جنيه، لكن انا شفتها في السوق بتبدأ من 13 ل 20 جنيه. اكل الحمام كان عامل 22 جنيه وهو حبوب مختلفة. بالنسبة للسلاحف كانت عاملة 200 جنيه الترسة، 200 جنيه يعني بتبدأ في انواع بقى معينة، سلاحف كتيرة يعني وانواع معينة واحجام معينة، ده يحددها اللي هتشتري منه. بالنسبة للترسة برضو بتبدأ من 250 جنيه و300 وانت طالع على حسب برضو الحجم والكلام ده كله. انا مش خبير في الامور ديت، يعني اتمنى اني اكون قدرت اقول لكم الاسعار ايه. كمان معلش هقول لكم المسا الصغيرة ب5 جنيه والكبيرة بتوصل لغاية 15 جنيه، دي بالنسبة للمسا. العيشوش بتبدأ اللي هو عيش البادجي المحترم 35 جنيه، عيش الكوكتيل 80 جنيه. وانت طالع بقى بإذن الله برضو هعمل لكم تقرير مع تاجر بإذن الله متخصص في العشوش عشان خاطر يبقى الصورة عندكم مكتملة. اتمنى اكون وصلت معاكم يعني ان انتوا تعرفوا الاسعار. ما تنسوش الاشتراك في قناة صحفي غاوي عصافير، والصفحة برضو على الفيسبوك صفحة صحفي غاوي عصافير. هستنى كل الكومنتات، هستنى كل اي ملحوظة، اي حد عايز يفيد اي حد هنا ويخش يرد عليه. كلنا لازم يعني بنتعلم من بعضنا، الغاية ملهاش كبير، احنا بنستفيد. كل اللي جرب حاجة مع الطير بتاعه يا ريت يقول لنا. وافادكم الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.